فاكرين الست نعيمة اللي طلعت مع محمد رمضان وعيطت، طلعت بتلعب بينا كلنا، بتعيطي ليه؟ مش مصدقة. يعني لعبت بكل المصريين من غير ما حد يحس. اللي حصل انه كان في البرنامج بتاع محمد رمضان مدفع رمضان، محمد رمضان وهو ماشي كالعاده كان بيدور على حد غلبان علشان يديله فلوس، وبالصدفه لقى الست نعيمه قدامه، وهو فعلا اتاثر وهو بيديها الفلوس دي لان هي عيطت وهي بتتكلم معاه وبتقول له انا مش مصدقه ان انا شايفاك قدامي. ومحمد رمضان في الوقت ده اتاثر وحس ان هو نفسه عايز يعيط كمان، وراح حاضنها وبسها وقال لها ما تعيطيش يا ستي. ففعلا اداها الفلوس والست نعيمه شكرته في وقتها، وكلنا اتاثرنا بالمشهد لدرجه المصريين كلهم كان نفسهم ان هم فعلا يساعدوا الست نعيمه دي باي حاجه، وكل الناس اتاثرت بالمشهد. بعدها بايام بسيطه الست نعيمه طلعت في مشهد غريب قوي وبتقول ان هي اتاخد منها الفلوس، والفلوس كل اللي باقي منها تقريبا 40,000 جنيه، لانه في وسط الزحمه الست نعيمه ما ركزتش وحست ان الموضوع كبير، وبسبب الناس الكتير والضغط في الوقت ده وهي ما كانتش مركزه كست كبيره، فالفلوس اتاخدت منها وما بقتش عارفه الفلوس دي راحت فين. وفعلا فضلت تعيط قدام الناس، وكل الناس بدات تتواصل معاها والمواقع الاخباريه، وكله بقى عايز يروح عشان يصور معاها ويشوف القصه اللي حصلت ليه ويحاولوا يعوضوها. وفعلا الناس كلها بدات تتواصل معاها لدرجه ان فريق الاعداد بتاع محمد رمضان نفسه كان عايز يدور على الست دي تاني علشان يحاول يساعدها او يعوضها عن المبلغ اللي ضاع منها. وفي نفس الوقت ناس من رجال الاعمال بداوا هم كمان يتواصلوا معاها علشان يحاولوا يعوضوها شويه، وكل الناس بدات تتعاطف معاها ازاي ست زي كده تكسب مبلغ زي ده وفي نفس الوقت يتاخد منها بعد فرحتها الكبيره اللي الناس كلها شافتها. وبعد التصوير الكتير والبروباجندا اللي حصلت من المواقع اللي صورت معاها، في وسط الكلام الست نعيمه لقاء ورا التاني بدا كلامها يتغير، لانه اول مره قالت ان الفلوس دي هي ما حستش بيها في وسط الزحمه واتاخدت منها من غير ما هي تحس. وبدا الكلام يتغير بعدها لما قالت انه في ناس